هل انت شايف ان مثلا النادي الاهلي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ خليك صريح. هي صريح اصلا، يعني دي حاجه ما تقلقش هل منها دي هل شايف النادي خالص. الاهلي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ ما هو كابتن محمد يوسف مثلا دلوقتي مم. ما هوش مدير رياضي، بس هو مدير رياضي. ما انا مش عارف هم شايفين مثلا ايه هو هيقدر يضيفه في الحته دي، ما اعرفش. بس في الاخر جون مثلا لو بتتكلم ان هو خارج المجال، هو مش خارج المجال. هو راجل عنده حجم مثلا خبرات تراكميه ما يقرب من 10 15 سنه. اكثرها تعاقديه مع لعيبه. بالظبط بقى، يبقى هم وظفوه ايه؟ مجلس الاداره اللي يسال عليه. يعني انت امم. بقى شايفه مدير رياضي شاطر ولا مدير تعاقدات؟ مجلس الاداره اللي يجاوبك. امم. فاهم اقصد ايه؟ ايوه فاهمك بس عنده فاهم. هو راجل جوه الكارير، مم. وراجل فعلا زي ما انت قلت كلمه حلوه تعاقديا. عارف يجيب لعيبه في فاركو ويباع لعيبه والكلام ده بالظبط. وتمام. بس بالظبط. هو بقى مجلس الاداره، يعني انا حتى عندي كلمه في الموضوع ده. في الاداره الناجحه اللي بتجيب الشخص اللي تعرف تديله اللي يستحقه، ولا اكبر ولا اصغر. امم. انت شاطر في ده فهتيجي تاخد ده. امم. انت شاطر في قد كده هتاخد قد كده. امم. انما الاداره مثلا ما تجيبش واحد شاطر وتنزع منه صلاحيات، هيفشل. صح. ولا تجيب واحد شاطر في حاجه وتديله اكبر، هيفشل. صح. فهي ده شغله الاداره بقى، صاحب امم. القرار اللي مسؤول اللي هيحاسب في الاخر. فانت برضو لو بتتكلم عن تجربه الزمالك، لا هو جون واحد جوه الكارير. ماشي. تختلف بقى على التايتل انا وانت براحتك، بس هو الاداره هي صاحبه القرار. امم. هي اللي هتحاسب عليه. النادي الاهلي برضو جايب الكابتن محمد يوسف من جوه الكارير، بس ككارير فني، مدير فني. ما اعرفش ده هو ايه. مدير رياضي. دلوقتي بقى مدير رياضي، بس هو الراجل اه. كان مدير كان فني. مدير فني وبقى مدير واشتغل رياضي. فتره غالبا اداريه في اه. النادي الاهلي، بس هو الراجل كمل مسيرته لحد السنه اللي فاتت كمدير فني. امم. وكان طيب، ناجح. هو المدير الرياضي المفروض يعمل ايه؟ اول معلش. حاجه لازم يكون عندك السمات اللي تبقى مدير رياضي. السمات الشخصيه. ده رقم واحد. اللي هو فكره بنقولها مثلا القياده، الريليشن شيب مثلا. جزء منها كوميونيكيشن سكيلز، اوكي. الريليشن شيب، حته اللي هي الشخصيه القياديه فيك ولا مهم. لا. ماشي. فكره الرؤيه، عندك رؤيه ولا لا. دي بعض السمات الشخصيه كمدير رياضي. ماشي، ايه يبقى بقى اول مهام؟ حاجه اول حاجه السمات الشخصيه. بالظبط، ايه بقى ماشي. مهام المدير الرياضي؟ عايز الكلام الاكاديمي ان هو نعمل استراتيجيات طويله المدى، تحط اهداف للنادي، تخطيط الاستراتيجي دي داخل النادي، الهيكله الاداريه، الهيكله الفنيه، كل ما يتعلق بالكره تحتك انت. تمام. اوكي. عايز نتكلم الواقع في مصر بيقول ايه او في العالم العربي عامه. انت بتحط استراتيجيه بس لازم تبقى حاطط في حسبانك ان هي قصيره المدى، لان محدش بيصبر. امم. وانت لازم ما ينفعش تخش كارير جديد او حته تقول لهم انا هعمل لك خطه 5 سنين او 3 سنين، وانت اصلا اوكي. اخر 10 مكانك ماشيين بعد 6 شهور. امم. يبقى انت عندك مشكله. لازم تعمل خطتك على 6 شهور عشان تحقق النجاحات. مفيش لو اصلا خطه لو ينفع في عينه 6 شهور اصلا، دي شورت ولنفترض، تيرم قوي يعني. مش حتى لو شورت تيرم، ما انت مش مم. مطالب منك الدوري فيه. انت لازم تحط حاجه. يعني انا مم. خلال ال6 شهور دول مثلا هعمل هيكله اداريه للمكان. المكان ده ماشي. هيبقى عنده هويه اداريه. حلو. انت كده نجحت. ده في شهرين، في 3. ماشي. فكده نجاح. فالراجل ماشي. رئيس النادي شاف فيك مؤشر للنجاح. ده اللي هو اصلا الحاجات دي المفروض تكون موجوده المفروض. قبل ما المدير الرياضي ما يجي برافو اصلا. عليك. انت اصلا بتتكلم النهارده في الزمالك مثلا مم. في حاجه دلوقتي اللي هم لسه مدير تعاقدات ومسؤول مم. واللي هو المستشار القانوني للكره. مم. انا اصلا فاجئت والله ان هم اصلا مش موجودين. مم. وجابوا ناس شاطره، يعني حتى المستشار القانوني صاحبي محمد متولي حد شاطر وجميل. جدا. فانا اتفاجئت اصلا نادي الزمالك ما فيهوش. مم. انا ما اعرفش دي ازاي. فانت مم. النهارده انت مثلا عندك تخطيط الاستراتيجي طويل المدى وقصير المدى. انا بحب قصير المدى عشان تقدم ثباتات. التفاوض في حته اللعيبه والكلام دوت. تعاقديه. التعاقديه، فكره الهيكله الاداريه، انت مم. ازاي تبقى عارف كل واحد باختصاصاته ايه جوه النادي. مم. النهارده مثلا الاداري دوره ايه، المدير الاداري دوره ايه، مدير مم. شؤون اللاعبين دوره ايه. لازم ما تعملش تخلط او تضارب في طيب، انت الوظائف. انت لما بتيجي تعملها بتعمل الاول هويه، ولا انت بتشتغل على هويتك انت يعني؟ لو حاول تفهم انا اقصد ايه. النهارده جون ادوارد جاي لنادي الزمالك، عندي جون تمام. ادوارد، عندي نادي الزمالك. نادي الزمالك المفروض ان هو عنده هويه، صح كده؟ تمام. طيب، وجون جه ابتدى يشتغل. هو جون النهارده بيشتغل بهويته هو كشخص، ولا بيشتغل بهويه نادي الزمالك؟